السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ أوركيديا. غادي نحضر معاكم كعب غزال، كيجي زوين بزاف بزاف، كيجي لذيذ وكيجي هشيش وكيجي معلك وكيدوب في الفم بعجينة اللي سهلة واقتصادية، كتجي هشيشة ورطبة. غادي نحضر معكم هاد الكعب اللي كيجي معلك وكيدوب في الفم بطريقه اللي مبسطه، وحتى المبتدئات اللي عمرهم ما عملوا الكعب غزال غادي يتشجعوا ويعملوه الطريقه اللي سهله ومبسطه وناجح. غادي نحضروا معكم بجميع التفاصيل ديالو، فخليكم معايا في الفيديو من الاول للاخير باش تشوفوا الطريقه والمكونات اللي غادي نحتاج في هذا الكعب. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا الدقيق، انا عملت الدقيق الكامل اللي غربلته وحيدت ديك النخاله الغليظه وخليت الدقيق بلا نخاله. هنايا عندي الزبده على حسب الكميه اللي غادي نتعملوا، انا عملت كميه كبيره فعملت نص كيلو الزبده. وهنا عندي السكر كلاصي او السكر الثقيل والقليل من الملح وكأس ديال ماء الزهر. بالنسبه لماء الزهر فغادي نعمل كأس ديال ماء الزهر، والكأس الثاني غادي نعملو ونكمل به العجينه غير من الماء ديال الروبيني. هنايا غادي ناخذ الدقيق ونضيف عليه القليل من الملح، وغادي نضيف السكر. ضروري السكر خاص يكون السكر مطحون مزيان مزيان، ما تعملوش السكر حبيبات، الا عملتوا السكر حبيبات في العجين ما غاديش يتصدق معاكم. من بعد ما ضفت الملحه والسكر غادي نضيف الزبده. الزبده هنايا قطعتها. الزبده ضروري خاص تكون بحراره المطبخ باش كتسهل معانا في الخلط ديال المكونات. هنا غادي نبسس مزيان مزيان حتى نحصل على واحد الخليط اللي كيكون مرمل، وندخل الزبده في الدقيق باطراف الاصابع حتى نحصل على الخليط بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، يكون خليط اللي مرمل مزيان مزيان. هنايا من بعد ما بسست مزيان الدقيق مع الزبده والملحه والسكر غادي نبدا نضيف الماء بالتدريج. هنا عملت ماء الزهر، والكأس الثاني غادي نعمل غير الماء ديال الروبيني. بالنسبه للماء فغادي نعمل الماء بدرجه حراره المطبخ، ما غاديش نسخنه، ونخلط حتى نحصل على واحد العجين متجانس على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. وغادي نعملها في واحد البلاستيك وغادي نخليها على جنب ترتاح لمده 3 ساعات او 4 على حسب الوقت. الا بغيتوا تعملوها بالليل حتى الصباح عاد تشكلوها فممكن، ولا بغيتوا تعملوها في الصباح وفي العشيه عاد تشكلوها فكترخى معنا العجينه. وغادي نخليها على جنب وندوز نفرك اللوز اللي عملته في الماء طايب وخليته 5 ديال الدقائق. هنا غادي نبدا نفسخ اللوز، نفسخه كامل، نحيد له القشره ديالو وغادي نعملو على جنب حتى ينشف مزيان. عاد غادي نبدا نطحن اللوز ونخلط ونعمل العجين ديال اللوز. من بعد ما نقيت اللوز غادي نعملو في واحد المنديل وغادي نخليه حتى ينشف مزيان مزيان. وداك القشور اللي شفتوا معايا فانا ما رميتهمش، غادي نشفهم ونعملهم في البلاستيك الغذائي ونعملهم في المجمد. ملي نبغي نعمل الحلوى غادي نحتاجو نطحنو ونعملو مع الكاوكاو، كيعطينا مذاق ديال اللوز وكتجي الحلوى مزيونه ولذيذه. فتا القشور كنحتفظوا بهم، كيجيو لذاذين كيجيو مزيونين في الحلويات. نضيفوا منهم في الحلوى فكنطحنوهم وكنضيفوهم في الحلوى كيجيو مزيونين. هنايا من بعد ما خليت اللوز حتى نشف مزيان مزيان غادي نطحنو حتى نستمر في الطحن حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، حتى نحصل على واحد العجين ديال اللوز اللي كيكون رطب ومطحون مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا. ملي نكمل بالطحين ديال اللوز غادي نعمل المكونات الاخرى اللي غادي نسم بها العجين ديال اللوز اللي غادي نعمر بها الكعب.
بالنسبه لعجينه اللوز او الحشوه، فكنعتذر على المقطع ما تصورش معايا. هنايا الحشوه ديال اللوز عملت فيها 3 المعالق كبارين ديال الزبده، وعملت فيها معلقه صغيره د القرفه وشويه ديال المسكه الحره، وطحنت كلشي مزيان مع 600 غرام ديال السكر، وحضرت حرابيل على هذا الشكل. بالنسبه للعجين فخليتها حتى رخات راسها مزيان مزيان. عاد غادي ناخذ منها اشرطه، وغادي نستعان بالدقيق، وغادي نبدا نطلق على هذا الشكل. غادي نطلق الاشرطه تكون متساويه باش الكعبه ديالنا تجي مقاده ويجي فيها نفس القياس. هنا غادي نطلق العجينه في النمره 6 في الماكينه. غادي نطلق النمره 6 ومن بعد غادي نطلق النمره 2 او 3 على حسب السمك ديال العجين اللي بغيتو. انا بغيت الكعبه تجي رقيقه. غادي نبدا نشكل الكعبه على هذا الشكل هذا باطراف الاصابع. نستعن بالاصابع ديالي باش الكعبه كتجي زوينه، ونحاولوا نعليو من الوسط باش تجينا الكعبه متوله ومزيونه من الفوق على هذا الشكل هذا. نرقوا الكعبه من الفوق كيجي الشكل ديالها مزيون، ونحاول حتى يولي الشكل ديالها على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. هنا غادي نقطع بالقطاعه بالجراره، وغادي نبدا نحط نعمل حتى نعمل واحد الكميه كتيره. عاد غادي نبدا ننقش. بالنسبه للطريقه ديال النقش، فالطريقه اللي سهله ومبسطه. الناس بزاف كيخافوا من النقش ديال الكعاب، فغادي نقطع كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي ناخذ المنقاش وننقش به الكعاب على هذا الشكل. نبدا بالفالده كيف ما كيقولوا ومن الفوق، وفي الاخير غادي نهز الكعبه باطراف الاصابع ونعمل على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. ننقش من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين باش كيجي الشكل ديالها مزيون. غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، ومن بعد غادي نخلي الكعب ديالي في الصينيه اللي فرشت لها ورق الطبخ، ونخليه على جنب ونغطيه بمنديل ونخليه حتى ينشف مزيان مزيان. عاد من بعد غادي ناخد واحد اليبره اللي عقمتها من قبل، وغادي نتقاب الكعاب كامل من التحت ومن الوسط. غادي نتقبو مزيان مزيان باش ما يطرطقش معانا ويجي الشكل ديالو مزيون وما يتنفخش. هنا خليت الكعاب حتى نشف مزيان ودوزت سخنت الفران. بالنسبه للفران فضروري خصو يكون مسخن مزيان مزيان. وملي تدخلوا الكعاب غادي تنقصوا له النار، غادي تنقصوا له النار وتخليوه يطيب على نار اللي كتكون مهيله حتى كيطيب على خاطرو. ما خصوش يتحمر، ما خصوش ياخذ اللون احمر او ذهبي، خصو يبقى على هذا اللون هذا. انا هنا عملت الكعاب بدون ملون غذائي. الا بغيتو يجيكم اللون ديالو ابيض ممكن تعملوا الملون الغذائي الابيض. هنا خليته طاب على خاطرو، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكعاب اللي حضرت معكم اليوم. كيجي معلك، كيجي كيدوب في الفم، عجينه اللي رطبه وهشيشه كيف ما شفتوا معايا. فهاد الوصفه غادا تعجبكم بزاف بزاف الا جربتوها. كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وشكرا على المشاهده والتشجيع والتعليقات الجميله الطيبه في وصفه اخرى ان شاء الله. وعيدكم مبارك سعيد بكل المتمنيات يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.